مرحبا بكم يا غاليين في حلقة جديدة على قناة جيجي أمور على اليوتيوب بنفس الاسم. تلقونا على الانستغرام وعلى الفيسبوك. حلقة اليوم حبيت باختصار نقول لكم قيمة العائلة، قيمة الأم والبو، قيمة الوليدات، وإن ما نكونوش نخبيو أسرار على بعضنا. وفي المراهقة أو بداية إن نكونوا كبار ندعموا أولادنا كما أولادنا زاد يدعمونا، نكونوا صحاب نفهموهم ونوجهوهم للصحيح. في الفيديو هذا تراو حد إن شاء الله يكون جزء من عائلتنا، ولدي وربي فرح الناس الكل عايش قصة حب، والطفلة هذه اللي يحبها أنا اعتبرتها كي بنتي اللي نتمناه لبنتي، نتمناه لها، نحافظ عليها، نفرح بيها، ونكون صديقتهم، نهزهم معايا، يحوصوا معايا. ياسر مهم إنكم تدعموا وليداتكم في مشاعرهم، في قراراتهم، في ضبط أنفسهم، في حسن اختيارهم، في فهمهم. كونوا صحاب لوليداتكم وما تخليوش بينكم وبين وليداتكم أسرار وحدود يعني الصغير ما يبدش مرتاح، يبدأ مخبي. يعني المراهقة هي فترة ضبابية، هي فترة الأسرار عن العائلة، هي فترة البعد عن العائلة، هي فترة الفترة اللي الصغير يكون فيها داخل بعضه ومش عارف ليش يكون يحكي، والأغلبية يمشي للناس الغير مؤهلين إنهم يعطيوهم. شوفوا هذه يعني بنتي جديدة إن شاء الله ربي يفرحها ويفرح ولدي، وسواء كانوا مع بعضهم مدى الحياة وفما أمثلة من الحياة نعرفها يعني عن الواقع، يكونوا يحبوا بعضهم من الصغار ولا يكونوا بعديك أصدقاء، فهي في عناية. كذا بنتكم ولا ولدكم حبوا حد، ما تخليوش الموضوع هذا حاجة غريبة، بالعكس ادعموا وليداتكم، حبوهم، وصلوهم للتوازن النفسي، وصلوهم انهم يكتشفوا رواحهم بكل وضوح. في كل الحالات الطفل في المراهقة او الطفلة يحسوا رواحهم غريبين في بدنهم، يبدأوا يكتشفوا في رواحهم من اول وجديد، كما ولادة جديدة. الانطلاق من الطفولة، البراءة، الحياة بكل سطحية وجمال وسعادة وكل شيء حلو، يكتشفوا الحياة بكل تفاصيلها وفلسفتها ويتعمقوا في رواحهم. وإذا اكتشفوا في هالمشوار هذايا وهم قاعدين يوصلوا للنضج، يكتشفوا أنه مشاعرهم اتفتحت للطرف الآخر، اللي هو إذا كان طفلة تحب طفل ولا طفل يحب طفلة. أحسن حاجة أنه الحب هذايا يكون مكلل بموافقة الأهل من الطرفين، الطفلة والطفل، أنه العائلات يتصاحبوا، يتعرفوا على بعضهم، كل عائلتين يكونوا متفقين على هالعلاقة هذه إنها تكون في النور وواضحة. الصغير ما يمشيش الحاجة، عقله مشيش الحاجة خايبة، يكون موجه للطريق السليم، إنه العلاقة دي تكون حافز إنه يحسن من ناحيته، من دراسته، يكون يفكر في مستقبله شنو يحب يكون. وفي نفس الوقت نوجه وليداتنا إنه الحب هذايا راهو مش لازم يتكلل بالزواج، في الآخر ممكن يكونوا أصدقاء بعدك، أعز أصدقاء وبدأ بالعلاقة هذه اللي هي علاقة حب، وبعدك يكتشفوا إنها علاقة معناتها صداقة عادية. الفيديو هذا زاد باش جيجي باش تعمل لكم فيه طبق اليوم، فكرة لطبق اليوم تبعوها. والطبق اليوم هذا عملناه مع بنتنا جديدة باش تكتشف الماكلة التونسية ونحبوا بعضنا وتتقرب لنا ونتقربوا لها، وربي يعطي الوقت الطيب للناس الكل. تابعونا، خليكم معانا، عملونا لايك، كونوا جزء من عائلتنا في القناة العائلية بامتياز. نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع جيجي، خليكم معانا. وصباحكم الخير يا غاليين، نهاركم مزيان حلو ودقلة. طبعا عندي هذوما فخاد دجاج، حاولوا ننظفوهم، هذوما نحيهم طيبهم شربة ولا ما تحبوا انتم، مش تحبوا، كل واحد كيفاش يحب ياكلوا. ننظفوهم بالكدا ونحيوا كشحومات كل، نرجعوا لبعضنا. شوفوا واش نعملوا بيه، تابعوا من الفيديو من الاول للاخر وتفرجوا وتقولوا كلش قولكم.
وهو نظفناه وعاملين فيديو عن كيفاش ننظفوا الدجاج، كيفاش نفوحوه قبل ب 24 ساعة قد ما يقعد في اللفاح نتاعو يبدا بنين. اللي ما يحبش يمشمش هكا نحينا هذه هي. نجمو نعملوها شوربة، نجمو نعملوها اللي تحبوا، حاجة جارية. واللي يحب يمشمش نظفناها بالكدا. توا باش نعملو باش نغسلو توا شوية خل ماء وخل، نغسلو بالكدا ونخليه يستقطر، بعد نرجع للعاملة باش نربحوا الوقت. عنا فيديو في القناة جيجي عمر في اليوتيوب متواضع بالتفاصيل. وبعد ما نظفنا الدجاج، اللي يحب بتمشميش بتمشميش، واللي يحب ما يمشمش نحينا تمشميش. هذايا باش نعملولو، هذايا باش نعملوه شوربه. ولكن ما تحبوا تبقى باش نعملو شوربه وانتم تحبوا اللي تحبوا تعملوه باهي. اللفاح عندنا شكون يحب الحار وانا ما يحبش الحار. انا مش نعمل حار ضربه واحده، نحطو شويه ماء، مغرفتين كركب، مغرفه ونص ثوم، مطارد، شويه ملح خاطر نحطوش برشا ملح، عندنا ثوم ملح، شويه خل باش نحي الزفره تاع الدجاج، وكعبه كبيره قارصه. جربوا، هذه هي النكهه البنينه برشا 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 اللي هو البسباس المرحي. يرحم والديه اللي عطانا الروسيت هذيا. بعد تحطوا فلفل احمر واحد، فلفل احمر ولا فلفل الاكحل نتاعنا العادي، حطوا البسباس. جربوه ما تندموش. الرفاح هذايا يمشي مع الدجاج برشا. خضرة مرحية، الباز متاعو انه خضرة تترحى وتولي رفاح. هذه المانية مش تونسية. خلطوه مليح 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 مليح. صبوا له شوية زيت زيتونة تاع 3 مغارف. هذا زيت زيتونة مش متاع السلطة القوي، هذا زيت زيتونة للقلي يكون خفيف، باش خاطر الزيت زيتونة متاع السلطة يعطي مطعم قوي. ودوا بالكم شنو نوع الزيت اللي تحطوه باش ما يسيبش مطعم اقوى من مطعم اللحم والدجاج. واللي يحب يحط الحار تنجم تحطوا الحار، يا حبذا يا حبذا نفوحوه من الليل كما عملنا الفيديو اللي قبل. واللي يخدم اللي ما عندوش وقت سواعه من زمان سواعتين باهي يجيبني مش خايبه، ما حبذا بل بليله باش يشرب الفاح نتاعو بالكدا بالكدا بالكدا. وهذايا انا فوحناه نخليوه سويعتين ياخذ الفاح نتاعو. وهذايا خديت فخيض هكا، فخيض مع هذوما. شنو نعملهم هذوما باش نعملوا شوربه هكا، دي شوربه خفيفه. وهذا هو الروز البسماتي راهو فم فيه نغسلوه 6 7 مرات كيما هذايا. هذا تو تغسل هكا يكون ماء تو تشوفوا هذا عاودي تغسل. خلي هذا 7 مرات وخليته في الماء. هذه الاخرانيه تغسل 7. انظروا هذا كيف شويه الماء نتاعو. انظروا شويه الماء نتاعو، شوفوا الماء هذا سي. انظروا ماء ترونسبارون، يولي ماء ترونسبارون. راهو تغسل بالكدا بالكدا باش يجيكم كعبه كعبه. ترى فيه هذا سي. انظروا له هذا كيفاش، شو الفرق. يتنحى النشا نتاعو. نغسلوه نبزعوه 6 7 مرات، نخليه شويه يولي الماء. ترى فيه الماء نتاعو كيفاش حتى يولي الماء نتاعو ترونسبارون باش يجينا نفرغ كعبه كعبه. هذا هو اللي فيه. نحطوا له مغرفتين زيت، نعرجوه هكا بالكدا بالكدا. بعد ما نعرجوه نصبوا له كما قلت لكم نعاود
2 كيسان روز عليه 3 كيسان ماء او بالعيد. ملح وكعبات رند. لونه اصفر بالكركم، ولا تنجموا تزيدوه زعفران. خليوه واحدة واحدة. واش قولكم تفرجوا فيه؟ بسم الله ما شاء الله، كعبة كعبة ولا أروع. تفرجوا فيه هاك ولا أروع. تابعوا الفيديو من الأول للآخر واكتبوا لي قولوا لي ايش قولكم. واخيرا اجبدوا شويه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. شدوا يدي ايش قولكم. هذا هو الرز متاعنا. بسم الله ما شاء الله. هاي تراوه بس فوق الصفراء. واو واو كما قالت زهار. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ولا المستقبل بتاعه. الحب من ناحيتنا أي مفهوم كان، حب العائلة، حب العشق، حب العمل، أي حاجة فيها محبة يلزمنا نقبلوها على نطاق صحيح. نفرح ولدي كبر اكتشف حاجة جديدة اللي هي جزء من حياته. يبقى برك نقطة فهم قديش هو حاضر هذا اي مكان هو بيمرق. انتي شفتي شي عبالي كيفاش نقدروا الاشياء هذه، نتعاملوا معاها، نخليوها لصالحنا وصالحيتنا ومستقبلنا والعائلة ومجتمعنا. ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم وتمقات يعطيكم. الى اللقاء حتى الحلقة الجاية، وان شاء الله اللي جاي يكون احلى واحلى. باي باي.